السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد طارق وقصة جديدة عنوانها الرحلة الأخيرة. مجموعة شباب هيطلعوا رحلة ومش هيرجعوا تاني. بس قبل ما أبدأ، منزل حالا اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وصلي على النبي في الكومنتات ودوس لايك. ويبدأ الرحلة. مجموعة شباب من الجامعة خارجين رحلة مع بعض، منهم شباب ومنهم بنات. في بنات ملتزمة وعارفة ربنا وفيهم اللي مش قوي، في برضه شباب عارفة ربنا وفيهم اللي مش قوي. المهم إدارة الجامعة بتوع النشاط الترفيهي قالت هنعمل رحلة ما طلعتش قبل كده، هتبقى مفيدة لأي حد هيطلعها، لأنها في مكان بعيد عن البشر وسط الصحراء والبحر اللي مفيش حد بيروحه. الشباب دول من القاهرة، والرحلة هتبقى في عدة أماكن مختلفة، منها حلايب، شلاتين، وسيوة، ووادي منخفض القطارة، ومرسى علم، وفي وادي الجمال منطقة ركوب الأمواج، والبويطي والفرافلة والأخدود الملون في شرم الشيخ. يعني معنى ذلك أنحاء مصر الجمهورية كلها. من الآخر رحلة لمدة شهرين، وهيلفوا مصر من شرقها لغربها، من الشمال للجنوب. ودي فيها كمية استفادة كبيرة ورهيبة طبعا لأي حد يتمنى يروح الرحلة دي. بس اللي يعرف ان دي اخر رحلة يطلعها ما كانوش فكروا في الرحلة من الاساس. فريق الرحلة جمع اكتر من 15 بنت و35 ولد وعرضوا عليهم الفكرة. الجامعة متحملة كل المصاريف، مش هيصرفوا اي حاجة من جيبهم، مقابل ان اي حد منهم هيروح هيدون كل حاجة يشوفها ويسجل حاجات ويشتبه الجامعة ويجيب شوية صور تذكارية يعلقوهم في الجامعة، ودي هتبقى نقلة كبيرة للجامعة. في بقى عندك مزايا المكان وعيوبه واقتراحات للمكان وحاجات هتخص الدولة والتنمية اللي هتعمل في الأماكن دي. في ناس رفضت تروح من الأساس، وفي ناس وافقت وقالت إن بعد رحلة زي دي هتنقلهم نقلة جميلة، خصوصا طلبة آثار والتاريخ والجغرافيا. الأماكن اللي بيدرسوها على الكتاب هتبقى الواقع قدام عينيهم، يعني هيستفادوا استفادة كبيرة جدا من الموضوع، فبالتالي ده شجعهم أكتر ان هم يروحوا. في ناس طالعة كده للدراسة وطالعة اللي عاوز يفك من الكبت، خصوصا ان طالع معاه صاحبته ومعاه صاحبه، وهيبقى قدامهم وقت كبير قوي يقعدوا مع بعض، ودي فرصة كويسة جدا. شهر كامل هيبقى مفيد جدا من كل الاتجاهات. عيوب ومميزات الرحلة. الرحلة كان فيها ناس بتصلي ومحافظة على الصلاة وقراءة القرآن، وفي ناس كانت بتشرب وبتسكر وحاجات من دي. وبكرة التجمع بتاع الطلبة عشان الرحلة بكرة، وهيعدي 3 أيام بدون أي مشاكل لحد ما يدخلوا جوه جبل عبارة عن كهف، وتبدأ واحدة منهم تبدأ تصرخ وتقول طلعوني من هنا. وقصة الرحلة بدأت بدري، أول مغامرات بتاعتهم وبدأت بأول جبل. البنت قعدت تصرخ وتقول لهم انا عايز ارجع بيتي تاني، لحد ما فقدت النطق من كتر الصريخ والصويت اللي صوتته، وبعدها مش عايزة تتكلم خالص، قطعت الكلام لدرجة انها كانت بتشاور وهي بتكلمهم. وكانوا كل ما يروحوا مكان تفضل تمشي بعيد عنهم وتسيبهم، زي ما تكون بتسرح او حاجة بتسحبها بعيد، فيها حاجة مش مظبوطة، زي ما تكون اتلبست، حصل لها حاجة، شافت حاجة مرعبة، في حاجة مش مظبوطة. تسيب المخيم اللي هم عاملينه، يعني هم كانوا بيمشوا طول النهار وطول الليل يعسكروا في مكان ويعملوا خيام ويقعدوا فيه لحد ما النهار يطلع عليهم، وبعد كده يبدأوا يتحركوا تاني في الرحلة بتاعتهم. هي الوحيدة من ضمن الجروب اللي كانوا معاها كانت دايما تسمع صوت بينادي عليها باسمها من بعيد. مشرف الرحلة قعد معاها 3 من زمايلها القريبين منها جدا، أصحابها، يفضلوا ملازمينها على طول لحد ما يرجعوا ويودوها لأهلها ويشوفوا ايه اللي جرالها. البنت بتمشي وبتسرح بمزاجها، ومحدش عارف هي رايحة فين ولا جاية منين، لدرجة انها كانت بتتوه انهم يفضلوا يدوروا عليها بالساعات. مرة يلاقوها عند بير مية وقاعدة تصوت، مرة تانية دخلت جوه كهف، مرة تالتة كانت هتغرق في قلب البحر وجابوها من قلب المية. وهم في منخفض القطارة سابتهم ومشيت، وكانت هتغرق في بحر الرمال الأعظم. كانوا مخيمين في ليلة في مكان، والجو كان برد قوي ليلتها،
والهوا كان عمال بيخلع الخيام بتاعتهم لحد ما الجو قام مطر سيول. كانوا جنب جبل، والجبل له مدخل صغير دوبك هيعدي واحد ورا التاني، فدخلوا البنات الاول وبعد كده الشباب دخلت، ومشرف الرحله كان اخر واحد داخل والسواقين، وسابوا الاتوبيسات واقفه بره الجبل، اكيد مش هيدخلوها معاهم. خدوا معاهم شويه اكل وشرب يقضوهم الليله وخلاص. بدأ الكلام يكتر ما بين الناس، في ناس كتير عايزة ترجع، بس هيرجعوا منين؟ هم جوه الصحراء اصلا، يعني ولا هيلاقوا مواصلات ولا هيلاقوا عربيات ولا هيلاقوا بشر من الاساس، بينهم وبين الطريق مسافات كبيرة جدا. واكيد مش هنطلع رحلة بالتكلفة دي كلها علشان خاطر نرجع في نص الطريق بسبب واحد او اتنين او تلاتة، احنا طالعين هدف بنحققه ولازم نرجع واحنا مخلصينه. إدارة الجامعة كانت مخصصة طقم دايما بيراسل وبيتابع الرحلة، وفي جهاز لاسلكي بيتكلموا بيه وموجود في قلب الأتوبيسات، لأن هما بيدخلوا أماكن ما فيهاش شبكة والموبايلات بتقطع فيها سيجنال. حرفيا كان في ناس بتموت من الخوف ومبتعملش أي حاجة غير إنها ماسكة المصحف وبتقرأ قرآن طول الوقت، وفي ناس تانية ناسية الحياة خالص، كل هدفهم إن هما يشربوا وينسوا الدنيا، لدرجة ان هما كانوا بيقعدوا يضحكوا ويتريقوا على زمايلهم اللي خايفين. وهم جوه الجبل في اللي ساكت وفي اللي بيتكلم مع زميله وفي اللي نايم، لحد ما فجأة الحس كله كان ساكت، لدرجة ان لو في ابرة اترمت كانت حد سمعها، وتقوم البت اللي هي قطع الكلام ومبتتكلمش خالص دي تقوم صارخة بأعلى صوت لحد ما اغمى عليها ووقعت على الارض. في بنات أصدقائها قعدوا يقرأ لها قرآن لحد ما فاقت تاني ونامت، وبعدها بشوية صحيت برضو تصوت تاني وقالت كلنا هنموت، كلنا هنموت هنا. الكل خاف طبعا وانزعج ما عدا واحد وواحدة أصلا ما كانوش موجودين معاهم، دايما كده بعيد عنهم. واحد قام من الخضة من النوم يجري زي المهبول وهو مش شايف اي حاجة قدام منه وعينه معمية، لحد ما هو بيجري بسرعته كلها كان في مكان واطي جوه الجبل، قام واقع من عليه ونزل على دماغه، مات في ساعتها. وبعدها بكام دقيقة من شدة المطر كان في سيول، حتة صخرة اتحركت من الجبل وتقفل مكان الفتحة اللي هم دخلوا منها. بس هنا كده المصيبة، كلهم بدأوا يصدقوا كلام البنت، كلهم عرفوا ان دي نهايتهم بس ما عرفوش امتى بالظبط. طبعا هم واخدين اكل وشرب على قد الليلة اللي كانوا هيعدوها، بس هي كده مش ليلة، ده كده قاعدين على طول ومحدش هيعرف مكانهم ومحدش هيقدر يوصل لهم لان جهاز الارسال بره في الاتوبيس، الا اذا كان حد بقى من قلب المنطقة دي، يعني اذا كان فيها حد هيعدي بالصدفة ويشوف الاتوبيسات. بيعدي ساعات وما يعرفوش اذا كانت ايام، الليل زي النهار كده كده جوه الجبل كله اسود ومش شايفين اي حاجة، ما يعرفوش ان احنا بالنهار او بالليل. موبايلاتهم بدأت تفصل وما يعرفوش الساعة كام، وعدى وقت كبير وكل يوم حد بيموت، اللي بيموت من الجوع، اللي بيموت من العطش، اللي بيموت من الخنقة، الاكسجين جوه مفيش، بيتكتموا. لما بقى اتصالهم انقطع بالنقطة الرئيسية اللي في الجامعة، بدأوا يطلعوا ناس بقى تدور عليهم وبلغوا الشرطة، وعملوا بقى جرد استكشاف لآخر منطقة كانوا موجودين فيها لحد ما لقوا الأتوبيسات، بس لقوا الأتوبيسات من غير طلبة ومن غير مشرفين ومن غير سواقين، زي ما يكونوا اتخطفوا، الأرض اتشقت وبلعتهم، مفيش أي أثر لوجود إنسان ولا حتى هيعرفوا يجيبوهم من الجبل لأن قدامهم الجبل مقفول، مش شايفين له أي فتحة ولا أي مدخل ولا وتبقى دي نهاية قصتنا، ويا رب تكون عجبتكم. منسوش تشاركوها بقى واعملوا اشتراك وفعلوا الجرس ولايك وصلوا على النبي في الكومنتات واكتبوا رأيكم في القصة دي.